بعد تنصيب لجنة تعديل الدستور، ما هو محتوى التعديل الدستوري؟ هل هو دستور على المقاس أو قياس لدستور يراعي تطلعات الشعب لكي يصبح الكل مواطنا، وكذلك منه دولة للقانون والديمقراطية التي لا تتغير فيها الدساتير كما تتغير ربطات العنق؟ مساء الخير، مرحبا بك بالقاسم جير في ضيف وأسئلة. مساء الخير زميلي مصطفى، سعد الله مساكم مشاهدي قناة الجزائرية في كل مكان. إذا نصب اليوم الوزير الأول عبد الملك سلال اللجنة الوطنية لتعديل الدستور وسط العديد من الأسئلة التي تطرح هنا وهناك حول ما إذا كانت هذه اللجنة تستطيع أن تلبي طلبات الطبقة السياسية، إضافة إلى الوقت فيما إذا كان كافيا لها قبل رئاسية 2014 قبل سنة من الآن. إذا لمناقشة هذا الموضوع نستضيف في البلاطو السيد أحمد رباج، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر. سيدي أهلا بك. أهلا بكم، السلام عليكم إن شاء الله. أهلا. إذا اليوم تم تنصيب رسميا اللجنة الوطنية لتعديل الدستور. كيف ترى باعتبارك أنت مختص في القانون الدستوري، كيف ترى أو ما مدى قدرتها على الاستجابة لمطالب الطبقة السياسية في الجزائر؟ أعتقد أنه مسألة تعديل الدستور معروف أن الرئيس بوتفليقة اشتكى كثير من هذا الدستور، وثم كل مرة من حين إلى حين يشير إلى أنه لابد من تعديل الدستور. في 15 أفريل 2011 ألقى خطابا وقال أنه لابد هناك إصلاحات سياسية يقع على رأس هذه الإصلاحات تعديل الدستور. طبعا بعد أن قطع الشوط الأول الإصلاحات السياسية، تعديل قانون الانتخابات أو وضع قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وغير ذلك من القانون، جاء الآن مرحلة وضع دستور جديد أو تعديل الدستور. الملاحظ أنه السلطة هنا أولا بدأت بمرحلة يعني تغيير الوزير الأول، جاء عبد الملك سلال. عبد الملك سلال وظيفته الأساسية من خلال تحليلنا أنه يريد أن يسير هذه المرحلة من أجل وضع الدستور وإقامة انتخابات رئاسية. الآن في هذه المرحلة هم شاوروا الأحزاب السياسية ورؤساء الأحزاب، هذه اللقاءات كانت غير رسمية، ثم الآن نصبوا لجنة. الملاحظ أنه النقطة الجوهرية التي أهتم بها كثيرا هي تغييب صاحب السلطة التأسيسية وهو الشعب. يعني المادة 7 من دستور 96 تنص على أن الشعب هو ملك كل السلطات، وهو الذي يملك السلطة في وضع المشروع المجتمع السياسي والاقتصادي الذي يريد. لكن الذي نلاحظه هنا هو تغييب الشعب، حيث أن السلطة أولا تكلمت مع الأحزاب، ومن جهة أخرى أنها نصبت لجنة تقنية من مجموعة من الأساتذة الجزائريين، أساتذة الجامعيين الجزائريين. نحن لا نشك في كفاءتهم، نعم هم ذوي خبرة وذوي علم لا شك في ذلك، ولكن على أي مقاس؟ تلك هي المشكلة. نعم. أنها لا تعبر عن تطلعات الشعب ولا تعبر عن ما يريده الشعب من إصلاحات سياسية جوهرية حقيقية تدفعه إلى قدما إلى الأمام. نعم. ولا تجعله يتخلف ويتقهقر إلى الوراء. أنت تتحدث عن نقطة مهمة هي الحرية، صح التعبير. ما مدى كيف ترى حرية هذه الأخرى وهامش الحرية لهذه اللجنة؟ أعتقد بأن هذه اللجنة مع احترامي لكل أعضائها أعتقد في رأيي في تقديري الشخصي، وأتمنى أن أكون خاطئا، أنها ليس لديها أي حرية في وضع الدستور الذي يريده مختلف طبقات المجتمع الجزائري أو مختلف يعني المجتمع الجزائري. هذه كيف ذلك؟ أعتقد بالنظر إلى تركيبة هذه اللجنة، أنا عندما أنظر إلى مثلا إلى مغوتم كامش وهو كان وزير عدل سابق، وأنظر إلى بوزيد الزهاري وهو من معين في الثلث الرئاسي من في مجلس الأمة منذ نشأته، يعني منذ أن أنشئ سنة 1998 إلى اليوم وهو ما زال عضو في مجلس الأمة. أعتقد عندما أتأمل في هذا، وأيضا عزوز كردون أيضا كان مرشح للجزائر في 2010 في لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة في منظمة المؤتمر الإسلامي، أنه كانت الدول الإسلامية يعني وافقت على الجزائر على ترشيح. عندما أتأمل في هذه التركيبة أجد أن هذه التركيبة هي تركيبة يعني سلطوية أو تابعة للسلطة في جانب من الجوانب، وبالتالي تلك الآراء والطروحات هي ليست طروحات أحزاب سياسية مختلفة أو طروحات مجتمع مدني أو طروحات الشعب ككل، وإنما هي طروحات السلطة. يعني بمعنى آخر السلطة نصبت نفسها بنفسها لتضع الدستور لنفسها. حسنا. نعم. ماذا ستضع في رأيكم كمواد في هذا الدستور؟ بمعنى
ما هو المتغير وما هو القار؟ يجب أن ننظر إلى أن الانتخابات القادمة، هل بوتفليقة الرئيس بوتفليقة سيترشح أم لا يترشح؟ إذا كان سيترشح، هل السؤال يعني هناك إشكال مطروح في الساحة، هل يتم تمديد العهدة؟ هل يعني الأمور لحد الآن غامضة. من جهة أخرى ما نلاحظه، إذا كان بوتفليقة لا يترشح، من هو الرئيس الذي سيحكم قادما؟ يعني بمعنى آخر، هل الدستور الذي سيضعونه الآن بمختلف تفصيلاته ومواده ومحتوياته، هل هو ليحكم بوتفليقة أم ليحكم شخص آخر جاهز الآن؟ وفي رأيكم؟ وبالتالي أنا في رأيي بوتفليقة أعتقد أن المؤشرات التي ألمسها من خلال بعض الأحزاب التي تساند العهدة الرابعة لبوتفليقة، أعتقد في أنه رأيي أن بوتفليقة سيترشح العهدة الرابعة. هناك تجديد لعهدة رابعة لبوتفليقة، لأنه تغييب مثلا الأفلان والأراندي ليس تغييبا هكذا، وإن تغييب مخطط. لكن كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يترشح بدون تعديل للدستور، لأنه من 2008 تم فتح العهدات الرئاسية، ما عندوش مشكلة. الدستور الحالي يخول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يترشح. ما هي الإضافة من غير هذا؟ أعتقد أنه أعيد مرة أذكر بأن بوتفليقة في 15 أفريل، في خطاب 15 أفريل 2011 قال بأنه هناك تعديل للدستور في إطار الإصلاحات السياسية. وبالتالي الرئيس بوتفليقة يريد أن يقول أنا وعدت وها أنا أنفذ وعدي وعهدي. التزام. نعم. هذا سبب أو إذن التزام. سبب آخر هو استجابة لبعض النداءات للأحزاب السياسية التي تطالب بالدستور. سبب آخر ربما أعتبره سببا خارجيا، هي هذا الحراك العربي في الثورات، ما يسمى بالثورات العربية أو يعني ثورات الربيع العربي. في يعني نحن نعرف مثلا تونس يحدث في هذا، في ليبيا، في المغرب وضعوا دستور في 2011. فلا بد أنه من غير المقبول يعني الجزائر أن تتأخر عن هذا الحراك الجوار العربي والدول العربية. وبالتالي إذن هناك سبب داخلي. بوتفليقة يريد أن يعطي مصداقية لنفسه، أنه يريد أن يقول أنا وعدت أنفذ، وحتى يتلقى دعما شعبيا. هذا من جهة. هي آخر التزاماته. نعم. يعني من خلال تصريحاته ومشروع الإصلاحات نعم. التي دخل بها رئيس الجمهورية إلى نعم. الحكم منذ سنة 2004 في الحقيقة التي بشرها. نعم. هناك العديد من النقاط التي تطرح نفسها وتطرح كثيرا من أجل تعديل في الدستور القادم أو تعديل الدستوري القادم. هناك المادة 76 من الدستور التي تتحدث عن تحديد العهدة وفتحها، يعني المادة 76، إضافة إلى طرح فكرة النظام البرلماني. تعليقك حول هذا؟ الحقيقة التي أقولها والتي من خلال الاطلاع على الساحة السياسية وعما ما يحدث فيها، أن لحد الآن لم تكشف السلطة عن رغباتها وعن مشاريعها في هذا الأمر. هي لم تحدد بالضبط المسألة هذه، يعني فتح العهدات أو غلق العهدات. لكن أعتقد في تقديري أنا في مراقبة للحالة السياسية أن السلطة تريد أن تعطي فرصة أخرى لنفسها، للرئيس بوتفليقة عهدة رابعة. وأتمنى أن أكون خاطئا، هذا تقديري الشخصي، ربما قد يخالف البعض، أن بوتفليقة يريد أن يأخذ عهدة رابعة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن السلطة السياسية النظام الذي يساعدها هو النظام الرئاسي، لأن النظام الآخر الذي تطالب بها بعض الأحزاب وهو النظام البرلماني، معناه أنها يعطي السلطة تسيير السلطة للحزب الفائز في الانتخابات، وهذا ما لا تريده السلطة. السلطة هدفها أن يبقى كل شيء في يدها، البرلمان، الحكومة، الاقتصاد، تريد أن تسير كل شيء، وهذا الذي لا يتم إلا عن طريق النظام الرئاسي. ولذلك أعتقد بأن السلطة ترغب في النظام الرئاسي أكثر من أي نظام. ربما إذا قلنا بأنها لا تريد في النظام الرئاسي كما هو مشروع الملكية، ربما إذا خففت ستكون نظام مختلط، يعني كما هو في فرنسا، يعني نظام رئاسي مخفف. نعم. هناك من يقول بأنه العهدة ستطبق أو ستطبق ب7 سنوات كما كان معمول بفرنسا في عهد جاك شيراك. نعم. أو هناك من يقول بأنه 5 سنوات أو تفتح. كيف تقرأ هذا وماذا تظن أنت في رأيك؟ ليست المشكلة في 7 سنوات أو 5 سنوات، المشكلة هي في غلق العهدات وفتحها.
يعني كان المفروض أن لا تفتح العهدات هذه مطلقا إلى الأبد. هذه انتهت منذ قرون. الآن لابد من رئيس يأخذ عهدة أو عهدتين فقط، والشعب هو الذي يقرر وليس دائما يعاد إنتاج نفس الأشخاص. جيد. نعم. سنعود لمواصلة النقاش، لكن قبل ذلك سنذهب إلى جولة عبر الصحف. من جريدة إلى أخرى، من خبر إلى آخر، ومن موضوع إلى آخر. نعم زميلي مصطفى، إذا تعديل الدستور طغى على الصفحات الأولى للصحف الصادرة نهار اليوم. إذا البداية من يومية الشروق التي اعتبرت تنصيب اللجنة التي أشرف عليها الوزير الأول عبد الملك سلال بأن الرئيس بوتفليقة يكون قد أنهى آخر التزام له قطعه أمام الشعب الجزائري منذ سنتين، وذلك في مواصلة مسار الإصلاحات، مؤكدة بأن اللجنة ستبدأ مهامها اليوم بقيادة وزير العدل الأسبق عزوز كردون. أما ليبرتي فقد أضافت على هذا بأن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المنصب أعضاؤها اليوم ليس لها الوقت نسبيا من أجل القيام بكامل مهامها في إعداد وثيقة تعديل الدستور في ظل ضيق الوقت الذي لم يعد طويلا عن رئاسية 2014، مع احتمال أن يعرض قط الاستفتاء على الشعب قبل نهاية السنة الجارية. من جهتها الفجر اعتبرت تنصيب لجنة تعديل الدستور بأنها آخر ورقة من أوراق مشروع الإصلاح الذي تجريه الجزائر منذ أفريل 2011. كما قالت النهار من جهتها بأن مشروع القانون التمهيدي للدستور يستند إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. في حين راحت لجوغ وتحدثت عن العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة ودعم البعض له على غرار الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس وأمين عام حزب تاج عمار غول اللذان انضم إلى صف الداعمين لترشح بوتفليقة وبقائه في الحكم على خلفية تصريحاتهما الأخيرة. نمر بكم بسرعة إلى الكاريكاتير كالعادة وديلام في ليبرتي الذي تحدث عن التحقيقات التي يجريها الأمن الجزائري في شركة سونالغاز، والذي يبقى متعجبا ومحتارا من الفساد الذي ضرب الشركة. أما الخبر وأيوب الذي قال بأن السفينة توشك على الغرق، وسؤال المواطن الذي لم يجد له جواب. حبيت نعرف شكون القبطان، انت ولا هما سي أحمد؟ كيفاش تجاوبوا انتايا؟ ويقول رئيس الجمهورية شكون القبطان، انت ولا هما؟ وجوابك انتايا؟ أيوب يعرف جيدا الجواب. جيد، أيوب يعرف الجواب وأنا أعرف أن أسأل. لست مختصا في القانون الدستوري لكن أريد أن أتساءل، أليس تعديل متكرر للدستور هو في الأساس مساس بالدستور؟ هي الحقيقة ليست الإشكال في تعديل الدستور أبدا. الدستور هو وثيقة بشرية تتعرض دائما للنقص، تتعرض يعني ما يصلح اليوم قد لا يصلح غدا، أليس كذلك؟ وأعتقد أن الدستور هذا الدستور 96 يحتاج إلى تعديل وليس فقط تعديل، إلى مراجعة شاملة. لماذا؟ لأن الدستور 96 وضع في ظل أزمة معينة كنا نمر في حقيقة بأزمة، يجب أن نكون صراحة، وبالتالي لابد نحن نحتاج إلى دستور. الإشكال ليست في وضع الدستور، كيف نضع الدستور، ما هي الطريقة وما هي النجاة. يعني هل نفتح المجال للشعب أن يتكلم جيدا ويراجع هذا الأمر ويتدخل ويقترح ويبادر في وضع الأمور التي يريده، أم أنه لابد أن نترك الشعب في آخر المطاف وهو الذي فقط يوقع لنا على الوثيقة بأنها مقبولة فقط؟ تلك هي الإشكالية. ما يلاحظ الآن أن الشعب مغيب تماما، مع أن الدستور في المادة 7 كما قلت لك قبل قليل هو مصدر كل السلطات، لكن هذا الحاكم القوي غيب بفعل فاعل، ونحن نحتاج إلى إعادة الأمر إليه. يعني هو صاحب السلطة، هو الذي يقرر. المشكلة كما قلت، سمعت زميلك يقول بأنه الوقت ضيق. نعم. هو ضيق بالنسبة لمن؟ ضيق بالنسبة للشعب. من المفروض أن يطرح مقترح التعديل الدستور إلى الشعب، إلى الفعاليات الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية الإعلامية. ومن يعني يقول العكس، ألا تظنون أن بإمكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن يطرح ذات النسخة لاستفتاء شعبي فيحكم الشعب؟ نعم سيطرحه إذا طرحه، لكن لن يكون هناك وقت كافي جدا لمناقشة هذا المشروع. هذا مشروع مجتمع ككل، يعني كل يجد ذاته في الدستور، الإعلامي، السياسي، الاقتصادي، الحقوقي، كل الناس لديها حق في هذا الدستور، ليس هو دستور لفئة واحدة فقط.
يعني أنه مدام أنه هناك رمضان، هناك الصيف، هناك الدخول الاجتماعي، العديد من الأشياء، تراها بأنها ستقف عائقا أو ضيق الوقت سيؤثر على مهام اللجنة المكلفة والمنصبة اليوم في تعديل الدستور؟ بالنسبة للسلطة ليس هناك أي ضيق وقت. السلطة حسمت أمرها وضبطت الرزنامة كاملة. جيد. هي التي تعرف مقدار وقت الساعة ومتى يجب الانتخاب ومن هو اسم الرئيس، وتعرف جيدا هذا. نحن الذين لا نعرف، نحن الذين نجهل كل شيء، نحن الذين غيبنا عن الساعة. من حقنا أن نعرف ماذا يجري في بلدنا، ومن حقنا أن نعرف كيف يتم صنع الدستور، ومن حقنا أن نتناقش فيه ونبدي آراءنا فيه ونغير ما يجب تغييره ونصح ما يجب تصحيحه، وليس فقط أن نبقى في آخر المطاف لنوقع ونضع ورقة في الصندوق ومعروف النتيجة هي دائما نعم. وكأننا بالقاسم يقول لنا نحن لا نعمل في الصيف، لا نعمل في رمضان، ولا نعمل في أي مناسبة. سنعود لنرى موقف المواطن من تعديل الدستور. التعديل الدستوري حاجة مليحة، وعلاش حاجة خير ملي كانت قديمة. بلاتخ يريكتيفيو كاع يتيك يعني تاع الماضي ويشوفوا جديد واش راح يكون. يظهر لي النتيجة مازال ما شناش، وإن شاء الله يجيب لنا ربي الخير. التعديل الدستوري حاجة مليحة، بيان سور يعود بالفايدة، لأنه واحد بدأ بزاف حوايج كما هاك، ونتمنى إن شاء الله التطور والازدهار لهذا البلاد. لو كانت القوانين التعديل تمس الشغل للشباب والأزمة تاع السكن، جو بونس باللي البلاد تكون بخير. البنود تاع الدستور لازم تدخل وتطبق، وخاصة فيما يخص يعني العدالة، لا جوستيس. باسكو انا نشوف سي دو لا جوستيس، سي بور سا كي انا نشوف يعني بوكو داغريسيون. انا نشوف ستادير الشباب بون سي با لا ماجوريتي مي ستادير نحرفوا. الخوصلة هنا أن المطالب اجتماعية والمطالب في قطاع العدالة، ما تعليقكم؟ الكل يشتكي في الجزائر، حتى الإعلاميون أعتقد أنهم يشتكون، أليس كذلك؟ لا أظن ذلك. على كل، لكن هناك من يشتكي من الإعلاميين. على كل، هؤلاء من حقهم أن يتكلموا، ومن حق أن يدلوا بآرائهم، ومن الواجب على السلطة والأحزاب وغير ذلك أن يعطى لهم الفرصة وأن يدلوا بآرائهم، وأن يتركوا لهم الفرصة ليغيروا ما يجب تغييره. يعني لابد من نعم نستمع للجميع، ولكن لابد أن نعطي لهم فرصة للتغيير. هل ترى كسؤال الأخير، يعني هل ترى بأن التعديل هذا هل سيكون تعديلا لدستور 96 الذي يعتبر في حال ما إذا عدل التعديل الثالث بعد 2002 و2008، أو أنه سيكون وضع دستور جديد مخالف لدستور 96 وبذلك يكون الدستور الخامس للبلاد؟ لا تهمنا التسميات، وإنما تهمنا المضامين. يعني تسميه دستور جديد، تسميه تعديل، تسميه القضية قضية أن تعطى السلطة للشعب. أنا لا يهمني أن هناك لابد من دستور جديد، وسمعنا من المواطنين نعم، قلت قبل قليل بأن التعديل ضروري لا شك في ذلك، ولكن بأي صيغة بأي طريقة، تلك هي الإشكالية الحقيقية. أعتقد بأنه لا شك في وجوب التعديل، ولكن لابد دائما أن نعود إلى الشعب وأن نعطي له مكانته التي يستحقها والتي يعطيها له دستور 96. مشكور جدا أستاذ أحمد رباج، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، على حضورك اليوم والحديث حول القانون الدستوري الجزائري. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم كذلك على حسن المتابعة والإصغاء. مشاهدينا قناة الجزائرية، ابقوا دائما في متابعة. نلتقي غدا بحول الله في موضوع آخر وضيف آخر. عودة إليك زميلي مصطفى. شكرا زميلي بالقاسم جير، والشكر لأستاذنا الكريم على كرم الاستضافة. شكرا لكم. سنلتقي بعد قليل في الموعد الفني والثقافي لنخرج من السياسة بعد قليل.